السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. في هذه الحلقة سنتحدث عن التحليل النفسي والعلوم العصبية أية علاقة. لقد حاول فرويد دائما تأكيد علمية التحليل النفسي رغم أن مهمة إثبات مصداقية الفرضيات والنظريات المقترحة هي صعبة جدا. البيولوجيا السائدة في عصره لم تمنحه ما يدعم به أفكاره، لذلك كان فرويد يعتمد على حدسه كطبيب وتكوينه الأكاديمي في ميدان البيولوجيا، وعلى ذكائه وعلى ملاحظاته الإكلينيكية من أجل إقناعنا بالكثير من الوقائع السيكولوجية الغير القابلة للملاحظة والتجريب من قبيل الخبرات اللاشعورية والكبت والتحويل وعقدة أوديب والأعراض الجسدية الناتجة عن العصاب الهستيري وتأويل الأحلام. من المؤكد أن جميع المدارس التي فرضت نفسها على امتداد تاريخ علم النفس قد تأثرت بعلوم عصرها، فالتحليل النفسي لم يخرج عن هذه القاعدة، خصوصا وأن فرويد كان طبيبا متخصصا في البيولوجيا، فقد كان يدرك جيدا أن مشروعه العلمي والطموح في تأسيس علم جديد ينبغي أن يقوم على أرضية المعارف البيولوجية السائدة في عصره. كما ينبغي أن لا ننسى أن جميع الأفكار المؤقتة والفرضيات المقترحة في التحليل النفسي هي بكل تأكيد نابعة عن مصدر عصبي بيولوجي. في عمل نشر بعد وفاته والمعنون ب Esquisse pour une psychologie scientifique، كشف فرويد في هذا العمل عن أهم اكتشافاته حول الشعور واللا شعور والرغبة والكبت والحلم والجنس والهستيريا والأعراض العصابية. الآن بعد ظهور العلوم العصبية وما تحقق من إنجازات في مجال التصوير الدماغي والتعرف على المناطق المسؤولة في الأنشطة المعرفية والوجدانية والسلوكية، نتساءل: هل بالإمكان الحديث عن عودة الباراديغم الوجداني من جديد؟ هل يمكن إيجاد نقاط الالتقاء بين التحليل النفسي والعلوم العصبية؟ وأخيرا، كيف يمكن تفسير فرضيات فرويد تفسيرا نورولوجيا؟ لا شك في أن التحليل النفسي قد فشل كممارسة إكلينيكية، وتراجعت فعاليته أمام ظهور أشكال جديدة من العلاجات النفسية الجديدة التي تعتمد على السرعة والفعالية وإشراك المفحوص في الخطة العلاجية. على التحليل النفسي تأكيد استمراريته والبحث عن موطئ قدم من خلال الانفتاح على العلوم العصبية والمستجدات العلمية. جميع المحاولات الجادة لإعادة الاعتبار للتحليل النفسي جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا من جامعة نيويورك وأعضاء الجمعية الدولية للتحليل النفسي، ونذكر من بين هؤلاء أرنولد فيفر وجيمس سوارتز ومارك سولمز وجاك بانكسيب. اهتم مارك سولمز بالميكانيزمات العصبية والأساس النورولوجي للحلم من خلال البحث عن العلاقة القائمة بين التفسير النورولوجي العلمي والتأويل الفرويدي، أي الذرات العصبية المسؤولة. وحاول بانكسيب جاك دراسة النظام العصبي الخاص والمسؤول عن عملية الجزاء والمكافأة التي يقوم بها الدماغ في حالة الإدمان. هذه المجهودات توجت بنشر المجلة العلمية المتخصصة التي حملت عنوان التحليل النفسي العصبي في يوليو سنة 2005. كان أول مؤتمر خاص بالتحليل النفسي العصبي في البرازيل جمع مجموعة من العلماء والباحثين المتخصصين في العلوم العصبية وعلم النفس العصبي، لكن والملاحظ أن الفرنسيين غابوا عن هذا المؤتمر العلمي. أصبحت الفرضيات السيكوتحليلية الآن قابلة للملاحظة والتجريب والتفسير عن طريق تقنيات التصوير الدماغي. فنتائج الأبحاث والدراسات التي توصلت إليها العلوم العصبية تمكنت من تحديد علاقة التقاطع بين فرضيات التحليل النفسي والتفسير النورولوجي. ويمكن تحديد علاقة التقاطع بين فرضيات التحليل النفسي والتفسير النورولوجي في المحاور التالية. أولا، التقسيم الثلاثي للدماغ. لقد استطاع العالم النورولوجي بول ماكلين اقتراح نظرية التقسيم الثلاثي للدماغ، وهنا نتحدث عن دماغ الزواحف والدماغ الوجداني والدماغ الجديد أو ما يسمى بنيو كورتكس أو الدماغ المعرفي. استطاعت النورولوجيا تأكيد الدور المهم للأنشطة العصبية للدماغ
في جميع العمليات الفيزيولوجية والوجدانية والسلوكية والمعرفية، وذلك من أجل تحقيق مبدأ التوازن بين الأنشطة اللا إرادية والرغبات الوجدانية والقرارات المنطقية. العلاقة إذن بين الأدمغة الثلاثة هي قائمة لنحصل في النهاية على سلوك إنسان سوي، وهذا المبدأ هو نفسه الذي تحدث عنه فرويد في تأويله لمنطق الصراع بين مكونات الجهاز النفسي وعناصره الهو والأنا الأعلى. نشاط الدماغ الوجداني يتيح لنا فهم آليات الكبت والذاكرة والنسيان، خصوصا في نشاط كل من اللوزة والحصين. وهنا نشير إلى اللوزية التي تشغل مساحة صغيرة من أجزاء الدماغ وتشبه في حجمها اللوزة، فهي لها صلة بالمعلومات البصرية الآتية من العالم الخارجي وخزان للصور التي تلتقطها العين، ثم تتحول إلى منبع للمشاعر والانفعالات الغير الواعية وذاكرة للعواطف الضمنية، ويتحدد دورها في معالجة المعلومات الوجدانية. هناك دراسة مقارنة في أوساط الأطفال ضحايا العنف والاستغلال الجنسيين بين عينة تعرضت للاغتصاب من قبل أقاربهم وعينة أخرى عاشت نفس التجربة لكن من قبل أشخاص غرباء. وخلصت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها أنه في الوقت الذي تمكن الأطفال من تذكر الصدمة بالنسبة للحالات التي تعرضت للاغتصاب من قبل الغرباء، نجد أن العينة التي اغتصبت من قبل الأقارب نسيت الصدمة، أي أنها خضعت لعملية النسيان والكبت اللا إرادي. ولدينا أيضا مطوعية الدماغ وعودة الباراديغما الوجداني. فدماغ الإنسان يخضع لتغيرات وتحولات كبيرة، وذلك حسب الخبرات والتجارب التي يعيشها كل شخص. وبهذا المعنى يمكن الحديث عن مفهوم مطوعية الدماغ أو المرونة العصبية، وهي التي تشكل نقاط التفاعل بين الفطري والمكتسب، أي بين النشاط العصبي الآلي وتشكل المشابك والاقترانات العصبية الجديدة التي تتحقق نتيجة الخبرات والتجارب والصدمات منذ مرحلة الطفولة. على أساس هذه المعطيات النورولوجية تبدو فكرة فرويد حول اللاشعور والخبرات والتجارب والصدمات النفسية التي عاشها الإنسان في الطفولة تتقاطع مع الفكرة التي استطاعت الدراسات النورولوجية التوصل إليها حول العوامل المتحكمة في عملية تكوين الشبكات العصبية. البنيات العصبية ليست كيانات مكتملة وتامة البناء، وإنما تتشكل بواسطة التجارب والخبرات الخاصة بكل شخص لتتحول إلى رصيد هام من الذاكرة الإبيزودية. كان فرويد يتحدث دائما عن أهمية الذاكرة وما تتضمنه وتخزنه من صدمات مكبوتة وخبرات لا شعورية تعود إلى مراحل الطفولة، وعلاقة كل ذلك بأنواع العصابات. توصلت الأبحاث والدراسات النوروسيكولوجية إلى أهمية العلاقة بين مختلف أنواع الذاكرات والاضطرابات الذهنية كالوسواس القهري والاكتئاب وأنواع التوتر وأنواع الفوبيا. فهذه الاضطرابات لها علاقة بعمليات تخزين المعلومات في الذاكرة الضمنية وكيفية معالجتها. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه السلسلة، على أمل لقائكم في سلسلة أخرى. إلى اللقاء.